السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سلسله امراض القلوب. النهارده هنتكلم عن مرض الشك والريبه والشبهه. هنتكلم عليه النهارده، بس قبل ما نتكلم فيه لازم نعرف هو ايه الفرق بين الشك وبين الظن. طيب، الظن بيطلق على ما كان راجحا من امرين او احتمالين، يعني خلاص في واحد منهم بقى راجح عن التاني. اما الشك ما يطلق على ما استوى فيه الاحتمالين، يعني الاحتمالين موجودين، ما فيش واحد بقى راجح عن التاني، الاتنين موجودين وانا مش عارف انه اللي فيهم صح وانه اللي فيهم غلط. طيب، ايه هو الشك؟ الشك هو الحيرة اللي بتحصل للانسان في حاجة هو بيعملها او غيره بيعملها، وبيبقى متردد في تصديق او تكذيب الامور دي. هو مش عارف ايه الصح، اذا كان ده صدق ولا اذا كان ده كذب. والشك ممكن يزيد ويعمل امراض نفسيه وخيالات غير واقعيه، بس هو الشك عامه المفروض ان هو بيبقى ليه حدود. طيب، في شك طبيعي وشك غير طبيعي. الشك الطبيعي ان انت تكون بتتعرض لموقف انت شايف انه ممكن يكون في مخاطر، ممكن يكون في فخ، ممكن يكون في نصبايا بالعربي كده، فانت بتفكر تفكير ان هو تحط ده في دماغك عشان ما تقعش في الفخ او ما تقعش في المصيده اللي محطوطه لك دي. فده شك طبيعي. طيب، وفي شك غير طبيعي اللي بيبقى فيه عدم تصديق لاي حاجه ولاي حد، وعدم تقبل اي امور. ودايما الشخص ده بيبقى عنده حقد وكره، لان هو شايف نفسه طول الوقت مضطهد، شايف نفسه طول الوقت عنده مشكله ان الناس مش قابلاه. طيب، والشك ده المفروض ان هو المرضي ده المفروض ان هو بيؤدي لفشل في حاجات كتير، فشل في العمل، فشل في العلاقات، بيؤدي كمان لوحده وعزله. فالشك المرضي ده متعب. طيب، هنتكلم على انواع الشك. طيب، انواع الشك دي هنقدر نقسمها لكذا نوع. اول حاجه زي ما قلنا كده الطبيعي والغير الطبيعي. تاني حاجه المذهبي والمنهجي. يعني ايه المذهبي والمنهجي؟ يعني احنا عندنا شك مذهبي اللي هو الشخص ده واخد الشك مذهب ليه، هو كل حاجة بيفكر فيها بالشك. مش فكرة ان هو بيفكر في الشك عشان يطلع الحقيقة، لا، هو شايف ان الشك هو المنهج، هو طول الوقت في شك، طول الوقت هو عايش بالشك. الشك ده اساس كل حاجة عنده. طيب، وسمات النوع ده ان هو دائم. يعني ايه دائم؟ شك دائم لان هو طول الوقت بيفكر بالشك وبيفكر في الشك، فما بيخرجش بره الموضوع، هو طول الوقت بيشك. تاني حاجة ان هو نتيجته برضو الشك. يعني ايه نتيجته الشك؟ هو شك عمال يفكر في دايرة مقفولة، وعمال توصله يفكر فتوصله معلومات او يستنتج معلومات، هو بيشك في المعلومات دي، فطول الوقت هو في حلقة مفرغة من الشك. تالت حاجة ان هو ما بيقدرش يخرج براها، هو طول الوقت عايش في الفكرة دي ان هو ما وصلش لحاجة، ما وصلش لنتيجة مطلقة ان في حاجة صح او في حاجة غلط، لا، هو طول الوقت عنده شك. والنتيجة المطلقة اللي هو بيوصل لها برضو فيها شك، لان الاسئلة والحاجات اللي هو بيفكر فيها والامر، يعني لو كان في شك بين امرين، هو دايما بيفكر بشك، فلا هو واصل لكده ولا هو واصل لكده. فدي سمات الشك المذهبي. طب، في الشك بقى اللي هو المنهجي. الشك المنهجي ده المفروض ان احنا الشخص اللي هو بيفكر بمنهجيه، منهجيته الشك، لا، هو مش منهجيته الشك، هو منهجيته ان هو بيحط اسئله وتوقعات، والمفروض ان هي حاجات هو بيفكر فيها، بيحط ان هو ممكن يشك في كذا وممكن يشك في كذا، دي عشان يوصل ليقين، عشان يوصل لحاجه مطلقه. لكن الشك في حد ذاته هو مش يقين عنده، ولا الشك في حد ذاته هو المنهج بتاعه، لا، هو الشك المنهجي ده ان هو بيفكر طول الوقت بمنهجيه في التفكير. الاسئله دي يحاول يطلع منها باجابات، غايته اليقين انه يوصل لنتيجه او لاجابه مطلقه. طيب، الشك ده مؤقت لان هو بيفكر وقت معين بشك عشان يوصل لحاجه معينه. تاني حاجه هو نتيجته اليقين لان هو عنده يعني الغايه بتاعته انه يوصل لاجابه محدده ويوصل لنتيجه محدده، فيبقى الموضوع بتاعه اليقين، يوصله ليقين في الحاجه دي ان الحاجه دي صح. تالت حاجه انه بناء، لان انت دلوقتي انت بتفكر ان انت توصل لحاجه
بتطرح فيها اسئله وبتطرح فيها حاجات دايره في دماغك عايز توصل فيها لنقطه معينه، فانت بتوصل لان انت يقين ان ده الصح، فخلاص انت الموضوع خلص. فده الشك المنهجي. طيب في الشك اللي احنا بنسميه الشك السوي والغير سوي. يعني السوي زي مثلا واحده بتغير على جوزها فخايفه عليه، او راجل بيغير على مراته فخايف عليها، فده شك سوي. والشك الغير سوي بقى اللي هو الامور تزيد لدرجه ان هو يبتدي يتخيل ان في حاجه ثانيه. لا طب الشخص ده بيحاول يدمرني، لا ده الشخص ده بيحاول يضرني في شغلي، يضرني في حياتي. فده ده الشك السوي، وده الشك الغير سوي. طيب هندي نصايح عشان تتغلب على الشك، نصايح عشان توصل لنتيجة كويسة في موضوع الشك. اول حاجة ان انت تعرف السبب ورا شكوكك، وكمان مش بس تعرف السبب ورا شكوكك وبس، لا وكمان تتعامل مع الشخص اللي انت بتشك فيه وتبتدي تفسر هو بيعمل اللي بيعمله ليه. طيب من غير يعني توقعات غير منطقية وغير مناسبة. تاني حاجة اسأل اللي حواليك عن صحة شكوكك، واتكلم مع الشخص اللي انت بتشك فيه عن الحاجات اللي بتدور في دماغك، واسأله واسمعه كويس. تالت حاجة ان انت لازم تثق في نفسك. لما تثق في نفسك هتبتدي تثق في الآخرين، وانسى كل الكلام وما تهتمش بأي حاجة غيرك بيقولها. مارس تمارين للاسترخاء، وابعد شويه وما تستسلمش للقلق والعصبيه. ابتعد عن ان انت تصدر احكام على ناس انت مش متاكد من الاحكام دي. ولو ما فيش طريقه ان انت تتاكد من الاحكام اللي انت بتصدرها دي، خلاص فكر في اي حاجه تانية. الهي نفسك بحاجه جديده زي شغل جديد مثلا، او ان انت تعمل الهوايه اللي انت بتحبها. كمان حاول ان انت تبعد عن الناس السلبيه والناس النمامه اللي بتتكلم كتير على ناس تانية، وقرب من ربنا واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاول تقرا قران كتير. لو حسيت ان الشك جذوره جواك مش في الشخص اللي قدامك، روح للدكتور. طيب احنا اتكلمنا على نصائح للتغلب على الشك. طيب احنا بس هنتكلم على حاجة تانية، هو الشخص بقى اللي بيتشك فيه يواجه الموضوع ده ازاي، او انت تتعامل ازاي مع الشخص لما يكون شخص كويس بس عنده كثرة شكوك، تتعامل معاه ازاي. اول حاجة انت لازم تهتم بيه اهتمام كويس وما تهملوش. تاني حاجة عبر له عن مشاعرك ناحيته وما تخليهاش جواك، انت لازم تكون واضح وصريح معاه طول الوقت. تالت حاجة ان انت حاول تخليه لما يتكلم معاك تسمعه كويس وتبين له اهتمامك باللي هو ان انت بتسمعه. احتفظ باسراره، لو قال لك اسراره احتفظ بيها، واوعى تبوح بيها لاي حد، او اوعى تاخد راي حد مثلا ده هو بيقول كذا 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 طب كذا، لا اوعى خليها جواك انت بس. كمان خلي حركاتك وتوجهاتك وكل حاجه واضحه قدامه، اوعى تختفي او تثير فضوله او تديله غموض، لا خليك واضح وصريح قدامه. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي ازاي اتخلص من الشك. ان انا اول حاجه طبعا اعرف سبب الشك وواجهه. تاني حاجة اطلب مساعدة الاخرين. تالت حاجة افكر بايجابية. رابع حاجة ان انا ابطل اصدر احكام على الناس، وكمان في نفس الوقت ابتدي احاول ان انا طبعا يعني اقرب من ربنا واستعين بيه. ابتدي ابطل اتعامل مع ناس سلبيه تضرني وتضر تفكيري وتضر طريقه تفكيري في الناس. كمان ابتدي اخلي مخي وعقلي مشغول بحاجه اكبر. كمان ان انا لازم من ضمن التفكير الايجابي ان انا اكون واثق في نفسي، عشان ده يديني ثقه في ان انا اقدر احدد اذا كان اللي قدامي بيكذب ولا بيقول الصدق. طيب وفي نفس الوقت كمان غير كده وكده هنتكلم على حاجه مهمه قوي، انا خليتها اخر حاجه عشان ابقى ما بتكلمش ان الشك طول الوقت صح وان الشك طول الوقت غلط. يعني ايه؟ يعني في ناس من اسباب الشك عندها انها بتتعرض لمواقف بتكون فيها شك. يعني واحد اتعرض لغدر كتير، غدر من اقرب الناس ليه، غدر من حد قريب منه، فطبيعي ان هو غصب عنه هيبقى بيشك لان هو خايف يمر بالتجربه تاني. حتى لو انت قلت له خليك واثق في نفسك وخليك واثق في ربنا وواثق في نفسه، مش المشكله عنده في ان هو مش واثق
واثق في نفسه، هو واثق في نفسه وواثق في ربنا كويس قوي، بس هو مش واثق في ان الناس ممكن حد يطلع منها كويس ويتعامل معاه كويس ويكون بقدر كافي من الوفاء. تاني حاجه ان هو دلوقتي اتعرض لموقف، لما انت بتتصرف هو بيبتدي غصب عنه يركز في كل تصرف انت بتعمله، في كل تصرف اللي قدامه بيعمله، وفي كل حركه من حركاته، هو عايز يطمن نفسه. فانت عليك ان انت تطمنه، عليك ان انت تحسسه ان هو كويس. فهو بيحاول يطمن. مش معنى الكلام ده ان هو صح، لا، بس هو عنده حاجه خلته بيفكر بالشك. لكن هو كشخص عادي، هو الشك مذهب بتاعه؟ لا، هو مش مذهب بتاعه، هو منهج. الغايه بتاعته انه يوصل ليقين ان الشخص اللي قدامه ده كويس. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.